And now to bring the اللي باقي ما عارفش علاش بزاف ديال الدول في العالم ودول عربيه ودول افريقيه ودول اوروبيه ما باغاش لنا الخير وباغينا امتى نطيحوا، واللي باقي ما عرفش علاش كاين واحد الهجوم كبير اعلامي على المغرب. هانتوما شوفوا هذا الفيديو غيبين لكم بزاف ديال الحوايج وانا غنشرح لكم علاش من بعد. Board of Peace into full force, I ask Sheikh Issa of Bahrain and Foreign Minister Bourita of Morocco to join me in signing and ratifying the Board of Peace Charter. Thank you very much, everybody. Appreciate it. Thank you. Thank you. هاد الامضاءات اللي شفتوها دابا ما بين وزير الخارجيه ديال الامريكان والامير ديال البحرين والرئيس الامريكي هو التوقيع على تاسيس منظمه سميتها منظمه السلام العالميه، وهي منظمه موازيه للامم المتحده ومجلس الامن. علاش بزاف ديال الاوروبيين مبغاوش خافوا منها؟ حيت مع خافوها هي اللي ترومبلاسي الامم المتحده، والمغرب ماشي عنده مقعد، لا المغرب من المؤسسين له، ودولة كفرنسا عندها غير مقعد، يعني المغرب عنده قوة فيها. وهاد المنظمة هي اللي غتولي دير السن وتحكم في القرارات العالمية، سواء القرارات السياسية ولا القرارات الاقتصادية، والمغرب عنده واحد الدور كبير فيه. وكاين مصادر كيقولوا ان المغرب غتعطى ليه المهمة ديال التحكم في افريقيا او مهمة تسيير افريقيا، هو اللي غتكون عنده الكلمة العليا واليد العليا على افريقيا. فهمتوا دابا علاش الجزائر وعلاش مصر وعلاش بزاف ديال الدول كيديروا واحد الحملات اعلاميه وكيشوهوا صوره المغرب؟ حيت ما عارفين ان المغرب عنده يديه في النظام العالمي الجديد.